السلام عليكم. ماذا قال الإعلام البرازيلي والفيفا والكاف بعد فوز المنتخب المغربي على المنتخب البرازيلي المصنف الأول عالميا؟ شاهد ماذا قالوا. ولكن قبل أن نبدأ، لو أنت محب للمنتخب المغربي اضغط لايك على هذا الفيديو، ولا تنسوا أن تصلوا على رسولنا الكريم. بعد الفوز التاريخي للمنتخب المغربي على المنتخب البرازيلي المصنف الأول عالميا، فقد تفاعل الإعلام البرازيلي مع فوز المنتخب المغربي، حيث صرح أسطورة المنتخب البرازيلي رونالدو وأدلى بتصريحات نقلتها شبكة BRZ البرازيلية، وقال: لقد أصبح المنتخب المغربي منتخب مرعب لكل المنتخبات الكبرى، وعلى رأسها المنتخب البرازيلي. أصبح المنتخب المغربي لا يخشى الكبار الآن، وتألقه في كأس العالم لم يكن وليد الصدفة. وبفوزه على المنتخب البرازيلي يؤكد أن المنتخب المغربي في طريقه الصحيح، وأعتقد أن المنتخب المغربي أصبح مؤهلا الآن بالتتويج بكأس العالم. فيما تفاعل رئيس الفيفا انفانتينو وأدلى بتصريحات نقلتها شبكة لوزرنا السويسرية، وقال: أنا متابع جيد للكرة المغربية ودائم الزيارة للمغرب. تألق المنتخب المغربي بل هي خطة وضعها الملك محمد السادس لتكوين منتخب عالمي، ليصبح المنتخب المغربي من أكبر المنتخبات العالمية، وأصبح للقارة الإفريقية الآن منتخب عالمي تفتخر به القارة الإفريقية وكل الدول العربية. فهنيئا للمغرب بهذا المنتخب العملاق الذي أصبح من ضمن العشرة الأوائل في تصنيف الفيفا. فيما صرح رئيس الكاف متسبي وأدلى بتصريحات لشبكة أفريكا سبورت، وقال: القارة الإفريقية الآن أصبحت تمتلك منتخبا ينافس المنتخبات العالمية والأوروبية، فالكل كان يسخر من إفريقيا في العصور السابقة بسبب عدم امتلاكها منتخب عالمي ينافس تلك المنتخبات العالمية. ولكن الآن أعلنها بكل فخر أن القارة الإفريقية أصبح لديها منتخب عملاق، وهو المنتخب المغربي، ونحن سنساعد هذا المنتخب من أجل التتويج بكأس العالم القادمة في الولايات المتحدة، وسنساند المغرب أيضا لاستضافتها لكأس العالم في الملف المشترك مع أسبانيا والبرتغال. وفي النهاية، لو أنت محب للمنتخب المغربي اضغط لايك على هذا الفيديو، ولا تنسى الاشتراك في القناة ليصلكم جديدنا.